خلاص والله. ام شيرين لبيت ام حسام حبيب لبيت ام عمرو اديب. حسام حبيب ضرب شيرين علقة موت. حسام حبيب قال شيرين عملت في بنتها حاجة لو الناس عرفتها شيرين خلاص هتنتهي. حسام حبيب بيقول أيوة ضربتها، المفروض تشكرني لأن منعتها من حاجة لو عملتها هتدمر مستقبلها. حسام حبيب فضل يضرب في شيرين أكتر من ساعة لغاية ما أغمى عليها، ولما فاقت جريت على اسم التجمع الخامس وعملت فيه بلاغ وتم القبض على حسام حبيب. المهم بقى في الموضوع والسؤال اللي بيطرح نفسه جدا إن شيرين وحسام منفصلين أصلا، والمفروض إنها كانت مخطوبة لشخص تاني وهو نزل تهنئة ليها على الخطوبة دي. عموما دي مش أول خناقة، سبق وضربها واتهمته قبل كده ان هو سحب عليها طبنجة، واتبات له اتهامات قبل كده في اسم الشيخ زايد وقت ما كان جوزها طبعا، وغالبا دي مش هتكون اخر علقة. رضوى الشربيني بقى دخلت على الخط وقالت لها بقول لشيرين عبد الوهاب انت اكبر من انك تخلي دلوعة ماما يعمل فيكي كده ويخلي سيرتك لبانة مرة في بق الناس. يولع الحب اللي ممكن يعمل في صاحبه كده يا شيرين، فوقي وركزي مش كومبارس اللي يعمل فيكي كده.